ومعانا في المركز الثاني أكتر فيلم مبيعا في تاريخ مؤسسة آلاء، رحلة خلود. من أحب الأفلام لقلبي، ولما شفت منه لقطات من قريب لمسني من جوه كده، فعلا عظمة. وللأسف كنت بتفرج عليه وأنا صغير ومش فاهم حاجة، لكن الفيلم يستحق التدبر فعلا، ويعتبر من أول أفلام مؤسسة آلاء، بحيث أنه عرض في 1992 وعمل مبيعات عدت 140 ألف نسخة، مما خلاه الأعلى مبيعا لمؤسسة آلاء. والفيلم بيحكي عن أحد قصص القرآن، أصحاب الأخدود، اللي ذكرت في سورة البروج، واللي هنشوف القصة مع الشاب وضاح اللي كان له مستقبل كبير في السحر، وبدأ يتعلمه فعلا من كبير سحرة الحاكم. بس هيقابل راجل دين هربان من الحاكم المستبد اللي بيدعي الألوهية، وهيتأثر وضاح بيه جامد. ومن هنا هيشوف كبير السحرة على إنه كذاب ومخادع، وهيكره كل ده ويتعلم أكتر من راجل الدين ويتعرف على ربنا أكتر، وبقى عنده إيمان بالله وثقة عمياء، لدرجة إنه بدأ يدعو الناس لربنا، حتى إنه تحدى الحاكم نفسه، وهيأمر الحاكم بإعدامه بأكتر من طريقة، وكل مرة يرجع سليم واللي معاه يموتوا، مما خلى الحاكم يخاف منه. حتى كبير السحرة مصدوم ومش قادر عليه، بس الطريقة الوحيدة اللي ممكن يموت بيها إنه يقتله قدام البلد كلها ويقول بسم الله ربي هذا الغلام قدام الناس، وده اعتراف صريح من الحاكم مدعي الألوهية بإن في رب كبير، وبعونه قتل الشاب ده، وكل الناس اللي حضرت آمنت بالله، وده خلاه يعمل حفرة كبيرة فيها نار ويرمي فيها كل واحد مؤمن بربنا. دي القصة اللي ظهرت في الفيلم بشكل قوي ومؤثر جدا، بس في تفاصيل تلمسك من جوه كده، زي لما يروح كل مرة علشان يتعدم ويرجع سليم ويرعب الحاكم، ولا لما يتصدم كبير السحرة من العمل وضاح رغم انه كان متوقع منه الكتير، ولا حب الناس لوضاح اللي بدأ يزيد وتزداد شعبيته قوي، ولا لما قبضوا على رجل الدين وأعدموه، ولا آخر الفيلم في اللقطة المعروفة لما الرضيع يثبت أمه على إيمانها ويتكلم، وغيرها الكتير جدا من اللقطات الأسطورية من وجهة نظري. مش عارف الفيلم ده مظلوم ليه ومحدش بيتكلم عنه خالص، فأتمنى بعد الفيديو ده تبدأ الناس تتكلم عنه تاني بدل الأنمي والكلام الفاضي ده كله.